كيليان مبابي يدافع عن أشرف حكيمي أمام المحكمة ويكشف الحقيقة أمام الجميع. حقا مبابي صديق مخلص لقد نال احترام الجميع. انظر ماذا قال. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن قامت السلطات الفرنسية باتهام صديقه ورفيق دربه أشرف حكيمي باتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، خرج كيليان مبابي عن صمته أخيرا وقرر بأن يذهب إلى المحكمة التي مثل أمامها أشرف حكيمي ليشهد بالحق ويقول ما يملي عليه ضميره. هذا ما كشفت عنه صحيفة لوموند الفرنسية، حيث أوضحت بأن كيليان مبابي ذهب إلى المحكمة التي مثل أمامها أشرف حكيمي. وقال مبابي للمحكمة: جئت اليوم لكي أقول كلمة حق، لست من دينه ولا هو من ديني، أنا مسيحي وهو مسلم. منذ أن تعرفت على أشرف حكيمي والتقيت به لأول مرة، وحتى الآن لم أرى أبدا في سلوكه شيء يدل على أنه من ارتكب هذه الواقعة.